في قصة جميلة رواها الإمام الرازي، وطبعا هي رواية صحيحة، ما روي أن عمر بن الخطاب كان يقبل الحجر الأسود ويقول: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا قول عمر مروي عنه. فقال له علي عليه السلام، هذا لا يزال كلام الإمام الرازي بالنص بدون تغيير ولا كلمة، فقال له علي عليه السلام: أما أنه يضر وينفع. هو لما قال أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، سيدنا علي معاه جنبه، قال: أما إنه يضر وينفع. إن الله تعالى لما أخذ على ذرية آدم العهد جعله في رق أبيض، وكان لهذا الركن الأسود، الركن الأسود هذا والذي فيه الحجر، وكان لهذا الركن يومئذ لسان وشفتان وعينان. فقال الله: لو افتح فاك، فألقمه ذلك الرق، ذلك العهد والميثاق الذي بينه وبين الله، أن الله سبحانه وتعالى قال له: اشهد، افتح فاك واشهد لكل من جاءك هنا، لكل من وافاك، اشهد لكل من وافاك بالموافاة يوم القيامة. فقال عمر لعلي: لا بقيت في قوم لست فيهم يا أبا الحسن. وسيدنا عمر دائما لما تصعد مشكلة ويقول: نادوا إلى علي، لما ما يجدوا يقول: قضية ولا أبا حسن لها. في هذا المكان، في هذا المقام، رد سيدنا علي على سيدنا عمر، قال: لا والله إنه أنت تقول لا يضر ولا ينفع، لا إله هو ينفع. وذكر له هذا النص، أن الله سبحانه وتعالى عندما أخذ الميثاق على بني آدم أن من قال لا إله إلا الله وآمن بكل الأنبياء وأخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة، جعل هذا الميثاق الذي بينه وبين الأنبياء وبينه وبين عباده أن يعبدوه، جعله في رق ووضعه في فم الحجر الأسود عندما كان له عينان ولسانا، وكان له عينان ولسان وشفتان. هكذا يقول الإمام الرازي. اللهم صل على محمد وآل محمد.